حضرتك أنا كنت عروسة، اتجوزت أسبوع واحد من مم. 30/8. اه قبل الفرح كان إنسان قمة في الأدب، في الأخلاق، في الاحترام، في التدين. طيب كده أنا كنت بتنازل عن حاجات كتير في سبيل إن هو إنسان عارف ربنا. جميل. المهم إن هو ابتدت الصدمة من يوم الفرح حرفيا. مم. لقيت هيبرة غير طبيعية في الرقص، هو ومامته وباباه في هيبرة غير الفرح. طبيعية. اه مم. لقيت اخوه دخل في المكان اللي كنا فيه بنجهز، قال له انت جايب حشيش للفرق، يعني فرق مطربين، انا ما كنتش عارف الجو ده خالص. لقيته بيقول له انت جايب حشيش، فراح جرح قال له لا مش انا، ده صاحبي واصل هم بيجوا كده ولازم ياخدوا حشيش. راح قال له والناس تقول ايه واهلها يقولوا ايه. انا طبعا صعقت، قال له ما اعرفش انا ماليش دعوه وهو يوم هيعدي وخلاص وما تتكلمش مين اللي وما بيقول تفكرش. لمين؟ اخوكي، اخو جوزك اللي بيقول لجوزك؟ اه اه. فطبعا اخوه كان متضايق جدا. واحد عايش بره اكتر من 10 سنين، فنزل على فرح اخوه، فعازم ناس محترمه وليها شأن. مم. فالوضع كان مش حلو. تمام. المهم بالمناسبة هو كمان كان حاجز القاعة من غير ما أعرف لا مكانها ولا ميعادها، وكله كان بسرعة بسرعة بسرعة. يعني هي كانت الخطوبة يوم 3/3، الفرح 30/8 5 شهور. بالظبط. اه. المهم ان هو روحنا البيت، لقيته بيقول لي احنا نبدأ صفحة جديدة وحياة جديدة وانتي كل حاجة في حياتي تمام زي الفل. لقيته راح جاي حرفيا اتهجم عليا وشبه كان اغتصاب. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه؟ يعني انت منعتي نفسك عنه ولا إيه؟ مش فاهمة. لا خالص، انا كنت وقتها متوترة وقلقانة ومش طبعا عارفة وده طبيعي. طبيعي. اه. طبيعي وهو يعني عمر ما حصل بينا كلام في اي حاجة، ولا عمره تلميح من اي حاجة ولا الهوى. تمام. فلقيته هدم بالطريقة دي لدرجة ان انا كنت في نزيف لمدة 3 ايام. لا حول ولا قوة الا بالله. مم. فالمرتبة بالملايات بالدرابية بالارض لحد التويلت كله دم. انت كنت ممكن تموتي. بالظبط. مم. قلت له انا عايزه اروح للدكتور، انا بتقطع حاجه الم بشع ودم ما بيقفش، عايزه اروح للدكتور ضروري. مامته قالت له لا، وده دلع بنات وده عادي بيحصل. قلت له لا، انا حاسه بتعب. لا، رفضوا لمده 3 ايام، ومن عند ربنا النزيف وقف لوحده. مم. المهم بقى ان بعد الفرح تاني يوم الصبح، تاني يوم بعد ما قمنا الصبح، لقيته بيقول لي بصي، انا عاوز علاقه من الخلف. لا حول ولا قوة. فانا خدت الخط على دماغي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ قلت بس يمكن حد ضحك عليه، هو مش عارف، ما عندوش خبره، حد مم. مفهمه كده. مم. قعدت أتكلم، يا ابني ربنا قال كذا وذكر في القرآن كذا وده حتى اكتشفوا بعد كده العلم والأمراض، ودي حاجة ما تنفعش، وربنا ما منعهاش. ما منعهاش الا بيقول خير كلام لينا. مظبوط. بالظبط. فقعدت افهم فيه، قال لي انا عارف كل ده، والمفروض ان انت تطيعي جوزك وتطيعي اللي هو يعمله، وانا من الاخر كده دي الحاجه الوحيده اللي بتريحني وبتبسطني. مم. بتريحك ازاي وانت شايفك ان دي بتريح؟ وانت عملت ده فين وامتى ومع مين؟ مم. مليون سؤال في دماغي. كل اللي انا كنت ردي عليه ان دي حاجه مستحيله. مم. حاول اكتر من مره بالمحايله وبالزعيق وبالفاظ عمري في حياتي ما سمعتها، وشخر وسب دين. انا كنت مصدومه. أعوذ إيه بالله. البني ادم ده؟ قلت له انت ايه ده؟ انا ما شفتش منك كده، انت كنت شخص انت متضايق. قال لي متجوزاه على انه بيشتغل ايه؟ بيعمل ايه؟ ان هو موظف في شركه الزيت والصابون. امم. موظف. انا مش هو ما راحش مع التبش دي خالص، بياخد منها مرتب انما ما بيروحش في مدير هناك بيمدي له، وطبعا عشان بياخد نسبه من الحوافز وكده، وما تمام. بيروحش اساسا. اه. انما بعد كده هو كان قايل لي ان هو بيحب المزيكا وبيلعب درامز مع باند غربي كده زي كايروكي، وبيعملوا اه. حفلات، ان حاجه فور فن مش اكتر. اه. فلقيت لا، مش الكلام كده خالص، ان الكلام ان هو بيشتغل ورا مطربين ورقصات في نايتات. امم. انا ما كنتش اعرف ان احنا في اسكندريه في نايتات اصلا، ما كنتش اعرف. اه، يعني هو ف- بيشتغل وبيكسب حرام كمان.
اه. مم. طب الوضع ده وان هو بيسافر الساحل، طبعا ما كانش بيقول لي الكلام ده، ان هو كان بيروح حفلات، كان رقاصه مشهوره جدا كانت في الساحل، كان شغال وراها، عرفت ده من الفيديوهات بتاعتها، شفتيه؟ واقف وراها. شفتيه في الفيديو؟ اه. 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 كان واحد هو، بس دي انا شفتها بعد الفرح، كان واحد باعت له الفيديوهات. امم. ف كان مجموعه صدمات كده ورا بعضها. اه، المهم المهم قال لي بعد ما انت رفضتي الموضوع تماما قلت له مش هعمل ده لو حصل ايه. اه. جم قالوا لي زياره، والدتي قالت لي شكلك في حاجه، لا ما فيش حاجه، وانا بنت، انا بنت الوحيده والكبيره ليا اخ بس. وما حكيت فماما لهاش بقت، عن نزيف ولا اللي حصل لك؟ لا طبعا انا خفت مامتي ممكن كان يجرى لها حاجه. اه. ماما فعلا من قلقها واحساسها ان في حاجه جالها جلطه. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم ان هو بعد ما اهلي نزلوا، اهلي ادوني بقى مبلغ، اه. بالظبط ادوني 2700 جنيه بالظبط، تمام. وقال لي خليهم معاكي يا حبيبتي، الدنيا تاثر، الظروف البتاع، تخرجوا تتفسحوا يبقى معاكم. اه. كنت انا بقى الفلوس دي حطيتها على جنب فعلا، ولقيته بيقول لي انا عملت اهلك النهارده، ويوميها قدام اهلي بقى يبوس راسي ويبوس رجلي ويا روح قلبي ويا عيني ويا تاج راسي ويا ست الكل ويا ست البنات قدام اهلي. اه. بعد ما اهلي نزلوا لقيته بيقول لي انا عملتك كويس جدا قدام اهلك واستقبلتهم وعملت اللي ما يعمل، قلت له كتر الف خيرك وعلى راسي. لقيته بيقول لي لا، ما هو ده مش كده، ده المقابل ان انت تعملي اللي انا بيبسطني. اه، اللي هي العلاقة بالطريقة اللي هو عايزها. بالظبط. قلت له لا وسبته ومشيت. لقيته جه ورايا وراح قال لي لا ده هيحصل، يعني هيحصل يا بنت كذا ويا بنت كذا ويا بنت كذا، وراح جايبني من ضاربني بالقلم، دقيته، قلت له هروح اكلم اهلي يرجعوا لي. لا قولي تاني لقيته معلش، انت الشبكة عندك مش احسن حاجة، ممكن تقفي في مكان اوضح؟ كده سامعيني. اه. لقيته بيقول لي لا هيحصل، يعني هيحصل يا بنت كذا ويا بنت كذا. قلت له وراح ضاربني بالقلم، رحت قلت له لا انا رايحه اكلم بقى اهلي. لقيته راح ضاربني من شعري، وقعدت في حته سيراميك كده، اتخبطت بدماغي، ف دخت، ما كنتش قادره ان انا اقوم. لقيته نزل ضرب بايده وبرجله، وحاول ان هو يعمل كده بالعافيه. امم. امم. ولان يعني اللهم لك الحمد ربنا عافني، هو ما شافش حاجه، ما شافش حاجه خالص. بقى هيتجن يقول لي انت مش طبيعيه، انت فيكي عيب، انت واحده معيوبه، انت بتخشي التويليت ازاي؟ طبعا ماليش تويليت، هو قالها لي بلفظ قذر، انت بتخشي التويليت ازاي؟ فانا يعني ما كنتش في وعي. لقيت الجيران خبطوا واهله نزلوا، اهله ساكنين في الشقه اللي فوقيه. انتوا صوتكم يعني الناس كلها سمعت بيكي؟ اه. امم. سامعين زعيق وسامعين تخبيط وسامعين الشتايم اللي طالعه منه. ولقيت اهله نزلوا في ايه في ايه، قعد يقول لهم انا مش عايز تمسك موبايل، انا مش عايز، اي انا كلام. تكسر انا عايز تكسر الخط، انا خط، انا جايب لها خط تاني، مش هيتحكموا فيا، مش اهلها هيقولوا لها تعمل ايه، اصل مامتها ما سلمتش عليا وهي ماشيه، اصل مش عارفه خالتها قالت ايه وهي اه. ماشيه، اي كلام. فلقيت امم. بابا، قلت له لا ده بيعمل حاجات مش طبيعيه، مش مريبه، بني ادم غريب، شويه يقعد يضحك ويكلمني كويس، شويه الاقيه يتحول ويبقى شبه المجنون. لقيت بابا ضاربني الصدمه اللي هي، وراح قايل لي سيبك منه، فكك منه خالص، واعتبريني انا جوزك وحبيبك، واللي انت عايزاه انا هعمله لك. ايه قلت ده؟ له يعني ايه؟ الكلام ده مش بيني وبين بابا، الكلام ده قاله لي قدام كان جوزي ومامته. اه. اه. بصيت لهم لقيتهم عادي. رحت قلت له انا عايزه اروح لاهلي. اه. قال لي لا طب مش هتروحي. يمكن الراجل بيقول لك كده يعني مجازا، يعني اعتبريني انا لا اه. لا كنت اتمنى. قلت له، قال لي لا مش هتروحي لاهلي غير لما وشك يخف. فقلت له طب انا هروح وهقول له ايه هتتخبط. راح قال لي لا لما وشك يخف. وعلى فكره احنا في العماره هنا في تبادل ازواج. مين اللي قال لك كده؟ مين هو حمايه، الله ينتقم مني. قال لك في العمارة هنا في تبادل ازواج؟ هو ما العمارة وقت عايش فيها التليفون. مين؟ كلهم قرايب ولا في غرب؟ لا لا دي عماره 16 دور. اه.
ما اعرفش، انا ما اعرفش حد في العماره كلها من اولها لاخرها، ما اعرفش حتى اللي ساكنين معايا في الدور اكتر من شقتين، ما اعرفش مين فيهم، ما اعرفش ساكنين مين، انا ماليش علاقه بحد. لقيته راح قايل لي كده. عديت اليومين وقلت له انا رايحه لاهلي، قال لي لو رحتي اتكلمتي ولا فتحتي بقك ولا امك جت هنا انا مش هعديها بالساهل، وهقول ده ان جوزك ابني ضرب. ولا حماكي لا ده برضو؟ باباه. اه. باباه راح قال لي وهقول ان ابني راجل شافك في وضع مش اللي هو، وهجيب 30 راجل يشهد بكده. قلت له انا ممكن دلوقتي اصوت واسمع الناس واقول ان انتوا دخلتوا تهجموا عليا وان انتوا عايزين تعملوا فيا حاجه، وراح قال لي انت حره، عايزه تروحي تتكلمي مع اهلك وانت اللي هتبقي خسرانه، فانت تروحي ما تفتحيش بقك وترجعي. والكلام ده انا كان امي بعد كانت قد ايه من اللي حصل؟ ده بعدها بيومين بالظبط، اليوم وانا نازله لماما جايه لها البيت. فالمهم قلت له خلاص ماشي عشان انزل وخلاص. وده كنت من ثالث يوم عروسه؟ بالظبط. لا مش ثالث يوم، كنت بقالي كده بالظبط 12 يوم. 12 يوم. فلقيت جيت لامي قالت لي مالك وشك متغير؟ لا ما فيش حاجه. طبعا الدكتور قال ابعدوا عنها اي انفعال وحالتها وما حدش يتكلم في حاجه، فخفت ان انا اتكلم معاها. قعدت معاها حوالي 19 20 يوم. وهي مستغربه طبعا، عروسه تسيب بيتها بعد 12 يوم. بالظبط. ايه يا بنتي، طب جوزك؟ طب قلت لها لا ده هو قال لي اقعد معاكي لحد ما تخفي. يا بنتي ما ينفعش الوضع الدنيا. لا يا ماما انا معاكي. طب ما حدش فيهم اتصل بيا نهائي. لقيته بعديها كلم خالتي انا. ووالدك فين؟ والدي مش قاعد معانا. لقيته كلم خالتي وراح قال لها انا عاوز مراتي. هي قالت ان هي رايحه تزور مامتها وترجع، ما رجعتش لحد دلوقتي، وانا بطلب منها حق الشرعي بترفضه، وبقول لها طلباتي بترفضها، غسيل اكل شرب بترفض. فالوضع ده ما ينفعش وانا عايز مراتي. طبعا هو مسبق ان هو يشوف انا قايله كلام ولا ما فتحتش بقي. فلا خالته ما تعرفش حاجه، وخالته طبعا كلمت ماما تقول لها ازاي مقعداها كل ده عندك ودي عروسه ولازم ترجع وتعالي لي. وخدتني خالته ورجعتني البيت. قلت لها خالته بيطلب مني، استحيت ان انا اقول لخالته حاجه، بقيت محرجه. قلت لها خالته بيطلب مني طلبات غريبه. وما قلتيش لخالته اللي الكلام اللي اتقال واللي حماكي قاله واللي ما يصح والكلام اللي عندهم؟ ما قلتيش يعني ما خفتيش ترجعي البيت ده تاني؟ انا كنت مرعوبه، بس قلت لخالته على الكلام اللي حصل من باباه. فجوز خالته حكم عليهم ان لا باباه ولا مامته ينزلوا الشقه، بس ان هم في حالهم وانتوا في حالكم. لقيت بعديها يومها قعد يبوس على ايدي ويوطي بس رجلي، واللي انت عايزاه هعمله لك، واوعي تزعلي نفسك ولا تضايقي نفسك، وهنبدا صفحه جديده. قلت له ماشي. ورجعت لقيت لقيت يوميها نزلت الساعة 3:30 الفجر، هو ما كانش موجود. طب معلش خلينا نستنى الأذان احتراما للأذان، خلينا نستنى. قولي لي حبيبتي، بقولك انتي ما خفتيش ترجعي البيت ده تاني؟ كنت خايفة بس ما كنتش عارفة اتصرف ازاي، وخايفة على امي قبل ما اكون خايفة على نفسي. المهم ان انا رجعت ويوميها نزل راح شغله عادي اللي هو بتاع النايت، ولقيت انا مضلمه الشقه كلها وقاعده في اوضه النوم منوره النور بتاع اوضه النوم بس. كنت بقول الاذكار بتاعتي وصاحيه لحد اذان الفجر. لقيت حد نفس في ورايا، فبتضير لقيتها هي اللي في وشي، فضلت اصرخ من الخضه. امه؟ لقيتي امه؟ طب دخلتي امتى ودخلتي ازاي؟ معاهم قالت معاها مفتاح نسخه وجوزها معاه نسخه وبيدخلوا الشقه عادي. المهم اتسحبت ليه؟ دخلت ليه؟ طب انت عايزه ايه يا طنط؟ لا ده انا نازله اطمن عليكي. طب ما رنيتيش الجرس ليه؟ ما خبطتيش على الباب ليه؟ ما اعرفش.
وخدت بعضها وطلعت، وكان نزولها بالنسبه لي غامض، ولكن وكبرت دماغي. اه. المهم ان انا كان ورقي الشخصي موجود، شهادة التخرج، شهادات الميلاد، ورق يخص شغلي، مؤهلاتي الدراسية، القايمة بتاعتي، كل ده كان محطوط في فايل، حتى من فيهم عقد الشقة بتاعه. ما لقيتش الفايل ده من اوله لاخره موجود. هي سرقته. والفلوس. لا قلت له فين الورق، فين حاجتي، لقيت بابا قال لي انا خدته وولعت فيه كله. يعني ايه والقايمه بتاعتي؟ قال لي بقى اثبتي ان ليكي حاجه ولا اثبتي ان ليكي قايمه اساسا. دول عصابه. وبالنسبه للشقه، انا حتى غيرت عقد الشقه وخليته باسم انا. قلت له والله لو رجعتها باسم المالك الاولاني، انا اتجوزت فيها وانا قاعده فيها خلاص. انت مبسوط كده؟ وكان فين والبي فين بقى؟ مش موجود. لا البيع على علم بكل حاجه بالاتفاق. المهم جينا لحد يوم الجمعه، جيت لمامتي بصيت عليها وهو لما رجع حكيتي له بقى كل ده؟ قلت له الورق، راح قال لي بقى من الكلام بقى يتهرب، يتوهني يمين وشمال. بس برضو كمان بابا بعد الفرح ب3 ايام جاب لي ورق ابيض، وراح قال لي امضي عليه عشان عايز يشوف شكل امبتي. رفضت. لقيته بعديها بيومين بيتكلم مع حد في التليفون وبيقول له انا هحاول امضيها تاني، ويوميها يتكتب الورق، يتكتب بنفس القلم بنفس ذات القلم وفي نفس الوقت، علشان يتعمل جواز عرفي. جواز عرفي؟ ما اعرفش مع مين. انا بقيت مرعوبه من الوضع كله. المهم ان هو برضو لا، يوم ما رجع جوزي قعد يطلب نفس الطلب، وان هو وبقله الادب وبالشتيمه وبالزعيق، وفجاه ينهار ويقعد يعيط ويقول لي انا مش عارف انا بعمل كده ليه وبيحصل لي كده ليه، واوعي تتخلي عني واوعي تسيبيني. فجاه يفضل يشتم فيا، فجاه يكلم ناس مش موجوده، فجاه ينزل الهدوم من الدواليب ويقطع في الحاجه، يخبط في الدقيق. كل ده ايه ده؟ قلت ده يا مريض نفسي، يا اما هو عايز يجنني. ده يا مريض نفسي، يا اما بيعمل الحركات دي عايزين يجنوني. لقيته كان في سلسله فضه ما بيقلعهاش. قلعها بيلمعها عشان يلبسها تاني، فسابها على جنب. فانا رحت ابص، دخلت المطبخ لقيتها موجوده، ما اعرفش ايه اللي خلاني امسكها اقلبها، لقيت في ظهرها رموز وطلاسم. في ظهر السلسله؟ في ظهر السلسله الفضه. لقيت وراها رموز وارقام وطلاسم، انا مش عارفه دي ايه دي. رحت مصوراها على طول وقلت هسال، بعتها لاكتر من حد، فقال لي ده اسمه طلسم سليماني، وده بيتعمل بنجاسه، وده بيتعمل للعشق. فتوقعت ان دي حد كان مرتبط بيه، كان عامله حد كان يعرفه كان عامله له وهكذا. فبس بقيت برضو خايفه، انت بتلبس السلسله دي ليه؟ لقيته زعق فيا ومالكيش دعوه واوعي تمد ايدك، وكأن وتحول بني ادم بملامح بشكل غريب. لقيت في سيراميكا في الطرقه بتاعتي اولها مكسوره، اتكسرت امتى دي؟ فجبت جلو وقلت هلزقها. برفع السيراميكا لقيت تحتيها ورقه مكتوبه بحبر احمر او دم، انا ما اعرفش، هو مكتوب بحاجه حمراء، بس ريحتها بشعه بشعه، ولا كأن حيوان ميت، ريحتها مقرفه بطريقه بشعه. خفت بصراحه ان انا امسكها وسبتها زي ما هي، وكل اللي انا عملته دخلت اتوضيت وصليت وقعدت احاول احصن نفسي، وبخور وميه بملح، وخفت ان انا امسك الورقه. يعني انت امال عرفتي ازاي ان مكتوب فيها من جواها؟ اكيد مسكتيها. لا الورقه شفافه شويه، عامله زي الورق الثاني. ورق الثاني بتاع الشرايط او ورق الزبده. فبين بقيت انا مخضوضه، مش عارفه ده ايه ده. انا عمري ما اعرف ان في اسحار، يعني اسمع، انما في واقع كده ما صدقش. وصلتي لفين يا منى؟ ايه اللي بعد كده حصل؟ اتطلقتي ولا لسه معاه ولا ايه اللي حصل؟
المصيبة بقى الأكبر إن أنا نزلت أروح أزور جدتي، رجعت من الطريق، بفتح الشقة لقيت فيه أصوات. دخلت بالراحة أشوف إيه الأصوات دي، افتكرت الشاشة شغالة، لقيته هو ووالدته في علاقة. ايه لقيتي ايه؟ لقيته مع والدته في علاقة. على سريرك؟ في أوضة نومي على السرير. لما شفتهم بعت لمامتي على الواتس، قلت لها تعالوا حالا، تعالوا حالا. رحت فاتحه الموبايل الكاميرا، وقفت ان انا اصوره فيديو علشان يبقى معايا اثبات. اه. لقيتهم طبعا، انا من الصدمه صوتي بقى واضح. خدوا بالهم شافوني، قلت لهم والله هفضحكم، هفرج الناس عليكم، هعرف كل الناس حقيقتكم، انا مش هسكت. طلعت اجري على باب الشقه، لقيته جه ورايا وراح خبطني على دماغي من ورا، ما اعرفش خبطني بايه، بس انا وقعت من الخبطه. كان كل ده الفيديو مفتوح، وخد الموبايل كسره، وما اعرفش الموبايل فين لحد دلوقتي. وجيت قمت، جيت احاول ان انا اقوم، لقيتها لبست هدومها وبقت تلطم وتقول له اقتلها وخلصنا، اقتلها وخلصنا. راحوا جايين جرني لحد البلكونه، انا ساكنه في الدور السابع، جرني لحد البلكونه وبيحاولوا يرموني من البلكونه. انا طويله بس انا تقيله، ما يقدروش انه عليا ان هم يشيلوني، زائد ان سور البلكونه عالي جدا. فبقيت اصرخ وهي بتحاول ترفعني، انا رجلي بتعرق فبتزحلق، وانا بقيت عماله اصرخ. الناس بقت سامعه الصوت، البلكونه عندي متقفله ما يتبانش ايه اللي فيها. الناس بقت سامعه الصوت، في ايه الناس بقت تخبط، ما اعرفش مين بقى، هبد على باب الشقه. راحت قالت له دخلها، هتفضحنا دخلها. راح مدخلني هو وهي مدخليني جوه، وراحوا جايين بالطرحه اللي انا كنت لابساها، راحوا شانقني، وهي بقت تكتم في نفسي في وشي بالمخده، لحد ما انا حرفيا جسمي كله زرق وشبه اغماء، ان انا ما بقيت ما بين الوعي واللاوعي. وانا ازمتك، فالاكسجين قل في جسمي وزرقت، وبقى نزيف بقى من مناخيري ومن بقي، وعناية مقفوله وشبه متشوهه. جيران دخلوا، ما اعرفش مين تاني دخلت، وبقت تقول لهم انا ما اعرف، انا نزلت على السويت، انا مش عارفه ايه، انا مش عارفه. وبقت تجري، كل اللي كان همها تاخد الفلوس اللي معايا، تاخد ذهبي الشخصي، حتى الحلق اللي كنت لابساه قطعت لي ودني علشان الحلق بتاعي بكبس، لازم حاجه زي البراديه. انت توافقي تطلعي معانا على الهوا وتحكي الكلام ده؟ انت ازاي ساكته على الكلام ده؟ واهلك جولك ساعتها؟ مامتي جات لي وجابت بابا كان لسه طالع من العنايه المركزه الصبح. راحت ما جابته وجت امي، المفروض ما تمشيش على رجليها بسبب الجلطه، جت اول ما شافتني ما بقتش شايفه قدامها، صارت فيهم كلهم، وكان كل هممها ان هي تاخدني وتنزل. واخوكي فين؟ مش ليكي اخ؟ ليا اخ، بس اخويا جه حاول ان هو يضربه او بتاع، كان هو جايب حوالي 15 16 راجل، وهو واقف وراهم وعمال بس ان هو يشتم. ومامته كانت جايبه حوالي 4 أو 5 ستات علشان يحموها. واهلك خدوكي ومشوا؟ مامتي كان كل همها تاخدني وتمشي. وقلتي طبعا اللي انت شفتيه؟ حكيت لماما، حكيت بقى لماما تفاصيل التفاصيل. وهو بقى لما اهلي جم وامي بهدلته قالت له انت شاذ. طبعا انا ما كنت يعني، حكيت لماما قلت لها ان هو طلب مني ده. راحت جت قالت له انت بني ادم شاذ، انت مش طبيعي، انت شاذ. هو ده اللي في ساعتها اختفى. بابا بقى لما ماما قالت له انت راجل مش محترم وانت اذا كان انت اكلت حق اخواتك اختفى، ما شفناهوش، هرب من المنطقه كلها. هما ساكنين فين الناس دي؟ منطقة بحري في اسكندرية، في الجمرك، عند اسم الجمرك.
وراح جاي وقتها لما ماما قالت له وكده، راح قال لهم بتاعت قال لها هي طالق وطالق. راحت قالت له انت من امتى وانت مين قال لك ان انت هتشوف ضفرها اساسا؟ وراحت ما كل همها ان هي تاخدني بحالتي دي تنجدني باي طريقه. ما طلعتيش على الاسم؟ طبعا وقتها ولاد عمي كلموا بابا وقال له لا، لو راحت القسم هيدخلوها النيابه، واحنا لا بنتنا ما تتبهدلش، خدوها على البيت واحنا اللي هنجيب حقها. انا ما شفتش حد جاب حقي لحد دلوقتي. وانت عايزه حقك؟ كل اللي حصل ان هم وقالوا لي هتاخدي حاجتك، مع ان القايمه ما كانت كده، القايمه كل مشتملات الشقه بتاعتي، بس قالوا لي هتاخدي حاجتك اللي انت جايباها. لما رحت اخدها لقيت تقريبا نص الحاجه موجوده او اقل شويه من نصها، باقي حاجتي مش موجوده، كلها مسروقه. وانت يعني خدتي حاجتك دي واخدتي نص الحاجه ولا لسه؟ دولت ديت انا خدتها، والمفروض جابوا الكلام ده كان الجوازه كانت 30/8 اللي فات. يعني اللي حصل ده من 4 شهور. اللي حصل دوت بس انا كنت جيت عند ماما، قعدت عندها شهرين. انت عايشه قاعده فين دلوقتي؟ قاعده مع ماما. قاعده مع ماما في اسكندريه؟ طيب انت يا بنت الناس عايزه حقك؟ انا عايزه حقي، انا يعني ما عملتش حاجه ان انا يحصل فيا كده. طب لما انت ومامتك متفقين ببعض بتظلموا بنات الناس دي معاكم، ليه تعمل فيا كده؟ لا 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 لا، الناس دي ما يتقالهاش الكلام ده. الناس دي احنا نقول الكلام ده في مشكله عبيطه، نقول الكلام ده في واحد ضرب مراته، نقول الكلام ده في واحد ما بيصرفش على مراته، لكن انت بتتكلمي دول عصابه حبيبتي، دول عصابه وهم عارفين هم بيعملوا ايه. انا عايزه بس اسالك، الشقق اللي هم ساكنين فيها تمليك ولا ايجار؟ لا تمليك. يعني ده مكانهم وعايشين لحد دلوقتي فيه؟ ايوه موجودين. طيب انت عايزه تاخدي حقك؟ انا عايزه. طيب انت عندك استعداد تدخلي معايا في الموضوع ده وتطلعي كده وتتكلمي على الهوا وتبقى فضيحه وتبقى قضيه راي عام قدام الدنيا كلها؟ انا عايزاهم يتفضحوا علشان ما فيش بنت يحصل فيها اللي حصل وعارفه فيا. بيتهم وعارفه كل شيء، عارفه كل تفصيل عنهم، عندي كل حتى التصريحات بتاعت المينا بتاعته هو بابانا. اخوه اللي كان مسافر بره ورجع ساعه الفرح موجود؟ لا سافر، هو جه نزل اسبوعين وسافر. عنده اخوات تانيين؟ لا هم اخين بس، ولدين؟ هم ولدين، واخوه الكبير ده عايش في بولندا بقاله اكتر من 10 سنين. تمام. غير الكبير في 2 تاني؟ لا هم الاثنين دول. واحد في بولندا والحيوان ده اللي انت كنت متجوزاه، صح كده؟ ايوه مظبوط. انت اتطلقتي رسمي ولا لسه؟ هم جابوا مأذون شاب كده وقالوا ان ده مأذون، ومضاني على 4 ورقات. قلت له ايه الورق ده؟ قال لي دي اسايم الطلاق وبس. ما اعرفش ايه اللي حصل. معلش انت واحده متعلمه، يعني ايه 4 ورقات دي اسايم الطلاق؟ مكتوب فوق شهاده طلاق، مكتوب ده. ما هي اول واحده كانت مكتوب فيها شهاده طلاق. ما شفتش وانت مضيتي على ال3 التانيين ليه طالما ما شفتيش؟ قلت له عايزه اشوف، قال لي كلهم زي بعض ومش كلهم زي بعض. وانت رضيتي ليه وانت عارفه انهم عيله زباله وعيله شفتي منها كل الوباء الاجتماعي اللي انت شفتيه ده؟ كنت عادي كده بتمضي وانت مش شايفه عمياني؟ للاسف عمي يعني عمي الكبير هو قال لي امضي وخلصي وانا متفق وانا مخلص، وما اعرفش هم ايه الاتفاقات ولا ايه اللي عاملينه في بعض. انا ما اعرفش ايه الاتفاقات، كل اللي انا اعرفه ان انا حق اتكل. ما اعرفش ايه الاتفاقات وما اعرفش اتفقوا على ايه. انا قلت لهم عايزه. بصي يا بنت الناس، لو انت عايزه الموضوع ده يبقى قضيه راي عام انا معاكي جدا. هتطلعي تقولي كل الكلام اللي انت قلتيه ده على مسؤوليتك الخاصه، وهتقوليه على الهوا قدام الدنيا كلها عشان نحقق في المواضيع دي ونحقق في كل شيء حصل لك. طبعا انت ولا عملتي تقرير طبي ولا بضرب ولا باي حاجه، ما عملتيش اي حاجه، انت ما عملتيش اي حاجه خالص. للاسف ولاد عمي قالوا لا وخلوها وبنتنا ما تتمرمطش وبنتنا ما تتبهدلش. طب وانا حقي فين؟ وقفوا يتفرجوا عليا. ولا تعرفي حد من الجيران ولا في حد في الجيران يشهد ولا اي حاجه؟
لا ده جارتهم النصيبه بقى الكبيره ان جارتهم اللي تحتيهم المفروض ان هي بنوته، لقيتها هم يوم ما رحت اخد حاجتي لا هو ولا مامته ظهروا نهائي. لقيت البنت دي هي موجوده، هي ومامتها وخالتها وحد رابع ما اعرفش مين، ولقيتها قاعده على سرير اوضه النوم، ومامتها قاعده في اوضه الاطفال، وخالتها قاعده في حته تانية، وداخلين طالعين من المطبخ كانه بيتهم. ولقيتها عماله تشتم، ومش انت عامله لنا فيها الشريفه العفيفه الطاهره، يلا بقى غوري بطهارتك وعفتك. قال يعني نصفتك ولا نفعتك؟ قلت لها ده انت على علم بقى بالعلاقات القذره اللي بينه وبين مامته. قالت لي يا حبيبتي، وعشان اجيب لك من الاخر والله العظيم ده اللي قلته، عشان اجيب لك من الاخر احنا بننط على بعض، انا بنط عليه هو بينط عليا، احنا ناس بننط على بعض. مش انت الطاهره العفيفه؟ يلا اشربي. يعني هي معاهم في الليله؟ قلت لها ده يعني ابوه لما قال لي تبادل ازواج ما قالهاليش كده، ده واقع بيحصل كده. قالت لي يا حبيبتي بيحصل. مش عارفه اقول لك ايه، مش لاقيه كلام اقوله. انا معاكي، عايزه تطلعي على الهوا وعايزه تتكلمي وعايزه تقولي، عايزه اللي انت عايزاه، انا معاكي فيه. انا عايزه، هو اكيد هو معروف وسط الفرق، معروف حد وبعتي لي معروف الفيديو اللي هو كان ورا الرقاصه ده فيه. انا يا حبيبي خلاص، وانا هخلي الاستاذه داليا هتتواصل معاكي لو انت مستعده تطلعي، انا معاكي وهديكي وقت كامل تحكي كل ده. تمام. وهنكلم الجهات الامنيه المختصه، احنا عايزين نعرف في ايه، وعايزين نعرف، واكيد طالما مظلومه ربنا هيوصلنا وهينتقم منهم وهنعرف كل شيء. يا رب يا رب. ده غير ان هو يعني اكتشفت بعد كده كنت خاطب بنتين تانيين، بفركش الفرح قبليها ب10 ايام وقبليها باسبوع، ضاحكين عليهم في حاجتهم وعامل فيهم حاجات مش كويسه. والبنات دي تعرفي توصلي لها؟ لا للاسف، يعني للاسف ما اقدرش. طيب خلاص، خليني اخد بياناتك، ولو انت موافقه هنرتب ازاي تطلعي، وهنعرف الدنيا هتمشي ازاي. خلاص تمام. خلاص ماشي ماشي يا منى، ماشي يا منى. ماشي حضرتك. كارثه بكل المقاييس، كارثه ما ينفعش السكوت عنها. ده حصل وهي موافقه، والموضوع ده هيبقى قضيه رأي عام، مش هنسكت عليه. انا عايزه افهم ازاي ده حاصل في مجتمعنا، وازاي دي ناس عايشه في وسطينا وعايشه في وسط عمار عادي وبيحصل ده عادي. البنت دي بتحكي وقائع حقيقيه وبتحكي على مسؤوليتها التامه. عايزين نعرف الكلام ده ازاي حصل، والناس دي عايشه لسه مكمله، والناس دي عادي. طب يا ترى عملوا كده مع حد قبلها؟ طب يا ترى عليهم احكام؟ اسئله كتير جدا هنعرفها، ولازم نوصل للحقيقه. واللي ليه حق لازم ياخده، اللي ليه حق لازم ياخده. انا هفضل مكمله لحد ما هي تشوف ونعرف فين المكان ده، وازاي ده بيحصل في بلدنا، البلد اللي فيها قانون. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.